السلام عليكم شباب. طبعا اليوم فلوج ثاني راح يكون، وعذروني بهدوم الشغل مثل ما قلت لكم انا اشتغل بصيدليه. موضوع الفلوج راح يكون هو بانه الفيب ياثر عليك، ياثر على تنفسك، ياثر على تحركاتك بالجيم خلينا نقول، او ركض، او هاي مثل النرجيله مثل الجقاير. كلنا نعرف بانه اللي يشرب جقاير اللي يشرب نرجيله لما يجي على الركض، اذا هو كان لاعب طوبه او هو اي فعاليه ركض ما يقدر يسويها، يبدا ينهج يجي لان ما يقدر يتنفس بسبب الرئه مالته تكون كلها متسدده، الرئه مالته تكون كلها متفحمه، خاصه اللي يشربون هواي جقار، اللي يشربون هواي نرجيله، رئتكم تتفحم. لكن بالفيب ماكو هذا الشيء، لان بالفيب ماكو دخان. هذا اللي يسويه بيكم هذا الشيء بالرئه هو الدخان، لكن بالفيب ماكو دخان. خليني اعطيكم مثال. اني اول ما بديت جيم كان وزني 224 باوند، يعني تقريبا 120 كيلو هيك شي تقريبا. كنت ما اقدر اركض، ما كنت مدخن، ابد ما مدخن. لكن هسه اني على سرعة 8 مايل بالساعة اللي تقريبا 16 كيلومتر بالساعة اقدر اركض استمراري، ما عندي اي مشكلة. اي مشكلة بالتنفس ما عندي. وصار لي فيب تقريبا 8 اشهر، راح يصير تقريبا سنة اذيب وما له اي تأثير علي، لان مثل ما قلت ما يأثر على الرئة مالتك، ما يسد الرئة مالتك، ما له اي اثر على الرئة، لان هذا بخار. واحنا اعتبر كمية البخار اللي تستنشقها اللي تدخل برئتك، انت ودا تسبح كمية اكثر من البخار اللي تبقى برئتك من هذا. فالإجابة على هذا السؤال بأنه هل الفيب تأثر عليك بالجيم أو بحياتك اليومية أو بتنفسك، الإجابة هو لا، ما له أي ضرر. والدليل بأنه أني صار لي فترة، صار لي سنة دا ألعب جيم، وصار لي 8 أشهر دا أستعمل الفيب، ما له أي تأثير. وهمين راح لما أدخل جوا راح أصوركم أني ودا أركض مثل ما قلت، أركض على سرعة 8 مايل ومستمر، اللي هي تقريبا 16 كيلومتر بالساعة مستمرة همينة. فما له أي تأثير بركضك بتنفسك أو تقح أو هاي، لا، ما له أي علاقة. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفلوج أو فيديو. وإذا عجبكم هيك فيديوهات سووا سبسكرايب للقناة، تشوفون فيديوهات أكثر، معلومات أكثر عن الفيب. مثل ما أقول بكل فيديوهاتي، هدفي بأنه أوصل معلومات صحيحة ومعلومات دارس عنها ومسوي بحوثات عنها. شكو اقطع بديت. والهدف الثاني بأنه هو أوصل منتجات من أمريكا، منتجات اللي هنا مصنوعة وعليها رقابة ومقبولة من الحكومة الأمريكية ودولنا العربية، حتى يكون الفيب لكم آمن، منتجات كلها زينة. وإذا يعجبكم هيك شيء، وإذا عندكم أي اقتراحات بالكومنتات، إذا عندكم أي شيء تقولون عن هذا الفيديو بالكومنت جوا. قريبا أفكر أسوي لكم جيف أواي، واكيد الصفحه على الفيسبوك صار لي هواي اقولها، واناونسمنت عندي بانه هسه صار عندنا سناب شات اسمه ام كي فيبر، مثل قناه ماكو فراغ ام كي فيبر، سناب شات خاص لكم. هناك تدزوا لي رسائل اجاوبكم فيديوهات مدتها 10 ثواني اللي ما يعرف سناب شات، او صور بيناتنا، ويكون اكو ستوريز كلها عن سناب شات. جيف اواي راح تصير قريبا، بس شوي يصير اكو مشاركه بالفيديوهات. و اقطع لايك للفيديو وشير، خلي غيرك يستفيد. مع السلامة شباب، keep on vaping.